في سنة 1953 بيقرر مجموعة شباب إنهم يقدموا مسرحية مدرسة المشاغبين. ومع عرض مدرسة المشاغبين المسرحية قدرت إنها تنجح، ومع النجاح الكبير اللي حققته ظهر جيل جديد من الممثلين الشباب اللي استفادوا من نجاحها، ومن خلالها شالوا السينما المصرية في السنين اللي بعد كده، على رأسهم طبعا عادل إمام وأحمد زكي وسعيد صالح ويونس شلبي. بعد 25 سنة الديجافو بتحصل، وبيكرر نفس الحدث تاني بس بشكل مختلف شوية. المرة دي بنشوف مجموعة شباب بيقرروا إن هما يقدموا فيلم مش مسرحية. فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية قدر إنه يحقق نفس نجاح مدرسة المشاغبين، ومع النجاح الكبير ده بدأ أبطاله ياخدوا خطوات مهمة في مشوارهم السينمائي، سواء محمد هنيدي ولا أحمد السقا ولا هاني رمزي. بس قبل ما أكمل كلامي عن صعيدي في الجامعة الأمريكية، يا ريت يا صاحبي تكون جهزت كوباية الشاي، لأن المشخصاتي هيبدأ الحكاية. الحكاية بتبدأ في سنة 1998، وبيكون بطل الحكاية خلف الدهشوري خلف، الشاب القروي اللي بيقرر أبوه إنه يدخله الجامعة الأمريكية. طول أحداث الفيلم بنشوف تأثير المدينة على ابن القرية خلف، وإزاي خلف هيقدر يتغلب على المشاكل اللي بيواجهها في المجتمع الجديد ده. في أفلام تتشاف مرة واحدة بس، لكن صعيدي في الجامعة الأمريكية فيلم فضل عايش لأكتر من 20 سنة. الفيلم ده أول لما بشوفه في التلفزيون دايما بحب أتفرج عليه. حاليا صعب انك تعمل فيلم كوميدي زي صعيدي في الجامعة الأمريكية، لأن حاليا كتاب الكوميديا عندهم أزمة في النصوص، وده اللي بيخلي كل الناس تسأل هما فين كوميديانات مصر. صعيدي في الجامعة الأمريكية يعتبر أنجح فيلم في السينما المصرية. الفيلم وقت عرضه حقق إيرادات عالية جدا وصلت ل25,000 جنيه، في الوقت اللي كانت فيه سعر تذكرة السينما 5 جنيه. يعني ده كان رقم كبير جدا وقتها، تخيل. من الحاجات اللي ما تعرفهاش عن فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية إن دور علي اللي عمله أحمد السقا علاء ولي الدين كان هو اللي هيعمله، لكن علاء وقتها كان بيصور عبود على الحدود، فتنازل عن الدور عشان يروح الدور بعدها لصاحبه أحمد السقا. كمان دور حسين اللي قدمه الفنان طارق لطفي كان معروض على شريف منير وهشام عباس، لكنهم اعتذروا عن الدور عشان الدور بعدها يروح لطارق لطفي. خلاص علي خلف معاه حق. وانا حاسس فعلا ان في استلطاف يا اخي، يعني اتكسفت اول ما جينا وقبل كده ودور عبلة اللي عملته غادة عادل رانيا يوسف كانت هي اللي هتعمله. تفتكروا بقى لو كان الممثلين اللي انا ذكرتهم دلوقتي بدل الممثلين الاصليين هما اللي شاركوا في الفيلم، هل صعيدي في الجامعة الامريكية كان هينجح؟ صعيدي في الجامعة الامريكية مش مجرد فيلم عادي، الفيلم ده اول لما نزل عمل ثورة في صناعة السينما، وكان هو البداية لجيل جديد في السينما المصرية. نقدر نقول عليه جيل هنيدي، لان هنيدي هو اول واحد خد البطولة في الناس دي. بعد نجاح صعيدي كل الممثلين اللي شاركوا فيه حصدوا ثمار نجاحه، وقدروا ان هم يشيلوا السينما المصرية في السنين اللي بعد كده. من الممثلين دول هاني رمزي واحمد السقا وغادة عادل وغيرهم. في الوقت ده كانت السينما المصرية مسيطر عليها الجيل القديم، جيل عادل امام واحمد زكي ومحمود عبد العزيز. لكن مع نزول صعيدي كل حاجة اتغيرت، وجيل الشباب هو اللي مسك راية السينما. أغاني الفيلم كانت حلوة جدا. أحمد السقا اكتشفنا في الفيلم ده إنه مش بس موهوب في التمثيل، ده كمان موهوب في الغنى وصوته حلو. بحب أوي أغنية ولا بنخاف من الدنيا بحالها جدا، ونفسي أحمد السقا يغني تاني، ما تحرمناش من صوتك يا نجم. أغنية بقى كاجولو دي انت لازم تسمعها وانت رايح تشتري أي لبس جديد. في السنين الأخيرة طلعت أخبار إن محمد هنيدي عايز يعمل جزء تاني من صعيدي، وأكد محمد هنيدي إن الجزء ده هيكون مختلف تماما وهيظهر فيه شخصيات جديدة، ونجوم الجزء الأول هيظهروا فيه كضيوف شرف. لكن لحد دلوقتي الجزء التاني ما اتعملش، وبصراحة أنا مش مهتم، لأن صعيدي أصلا مش محتاج جزء تاني. في نهاية الفيديو حابب أعرف رأيك، هل شايف إن الصعيدي محتاج جزء تاني ولا زي العبد لله؟ لو وصلتوا لحد هنا يبقى اكيد الفيديو عجبكم، فياريت ما تنسونيش بلايك واشتراك في القناة، وياريت كمان تفعلوا زر الاشعارات عشان يوصلكم كل جديد. سيادة. سجادة. ايه ده؟ انا قلت سيادة. آسف، خلف الدهشوري خلف فلوس بس مش مبعوتالك، دي مطلوبة منك. أمك كاتبالك كلمتين في الجواب ده بتقول لك لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في قناة المشخصاتي عشان تشوفوا كل جديد المشخصاتي.